السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده وسهلة وبسيطة. لو انت قاعدة كده في الجو الحر ده مكسلة تقومي تخشي المطبخ، مش هتاخد منك ولا وقت خالص ولا مجهود، في مجرد ربع ساعة هتكوني جهزتي حاجة حلوة. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معانا لفتين جلاش بالشكل ده. هنبدأ بقى نفرد الجلاش بتاعنا كده، وهنجيب صينية ومدهونة سمنة، وهنبدأ بقى نجيب كل ورقتين جلاش وهنكشكشها بالشكل ده كده. كل ورقتين هنكشكشهم بالشكل ده لغاية ما نخلص كمية الجلاش اللي معانا. عايزة اقولك لو انت عندك جلاش مش صابح كده ومش طازة، فهو ينفع الوصفة دي. وكده خلاص خلصنا كل كمية الجلاش اللي عندنا اللي معانا بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نجيب كوباية الا ربع سمنة، وهنبدأ بقى نوزعها على الجلاش بالشكل ده كده. بأي فرشة عندك حاولي تدخلي السمنة في كل أجزاء الجلاش بالشكل ده عشان يطلع معانا مورق كده وجميل. وبعد كده هندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 على رف الوسطاني. وهنا هنجيب كيلو لبن. انا استخدمت كيلو لبن، ممكن انت تحطي كميه قليله زي ما انت حابه، يعني انا بستخدم كيلو لبن واحط الكميه اللي انا عايزاها، واللي فضل يفضل. فكيلو لبن هنا اروح حاطه عليه كوبايه الا ربع سكر، وهحط كيس فانيليا، وطبعا هدوب كل ده مع بعض. وهنا خلاص الجلاش معانا استوى. هنبدا بقى نسقيه باللبن بتاعنا. طبعا الجلاش لما يبرد معانا بيشرب اللبن ده، بس ما تكتريش كميه اللبن. بس كده خلاص هنبدا بقى ايه نزينها بقى، نحط اي نوع مكسرات عندك. انا حطيت فول سوداني، وحطيت عليها شويه جوز الهند. جوز الهند عندنا بيديها طعم جميل قوي. وهنا بقى هنبدأ نزينها. لو عندك صوص شوكليت او كراميل زينيها بالشكل ده كده، تديها طعم وشكل جميل قوي بجد، تحفة، جربيها بجد. بقى هنبدأ نقطعها. طبعا تقطعيها زي ما انت حابة، اي تقطيعة انت حباها. بجد جربيها بجد تحفة، وهتعجبك ان شاء الله بجد، وهتعجب اولادك. حاجة كده ما خدش منك ولا وقت ولا مجهود، والله ما كملتش معايا حاجة. وطبعا كلتي ألذ حاجة حلوة وسهلة وبسيطة مسكرة وطعمها حكاية. طبعا الصوص مع المكسرات مع جوز الهند مع اللبن كلها كده مع بعضيها تقولي تشبه ام علي. بجد جربيها، واستنى رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.